راجل على خطوه، هنا الانانيه، يوه يحط هدف جميل. لسه بقول هنا الانانيه، انما على طول يحط ياسر محمدي هدف مباغت على يمين مصطفى كمال. ياسر محمدي في الدقيقه 35. احنا قلنا في البدايه عاوز تكسب الانتاج هاجمه، فالزمالك هاجمه، فالانتاج عنده نقطه ضعف اللي ورا بقى، ما يزعلش مني طارق يحيى، وبالتالي الزمالك 1 والانتاج الحربي لا شيء. احرز الهدف ياسر محمدي من كذا مشوار. بص حضراتكم، هو كان شيكابالا فاضيله وكان في واحد تاني فاضيله، انما لعبها وعم مصطفى كمال ما شافهاش، وهو الراجل رايح وبيفكر العب ولا شوت، العب ولا شوت، وشاط، وهدف جميل للنادي الزمالك في الدقيقه 35. يبقى الزمالك جوه المنطقه. المره دي ضربه جزاء، المرة دي ضربة جزاء، ضربة جزاء وانذار على جمعة مشهور. حسام عرفات، المرة دي ضربة جزاء وانذار على جمعة مشهور، انذار على جمعة مشهور وضربة جزاء للزمالك اعزائي المشاهدين في الدقيقة 26. يعني قبل ما يصفر انا حاسس بين جمعة مشهور وزق لحسام عرفات. ما ترددش محمد فاروق المرة دي في احتساب ضربة جزاء لنادي الزمالك. شوفوا شيكا وحطها حلوة. وادي حسام، وادي الزقة من جمعة مشهور، وعلى طول صفرت محمد فاروق وضربة جزاء. ادي الجمهور بيصفر مع محمد فاروق وعايز ضربة جزاء، وفعلا ضربة جزاء لنادي الزمالك في الدقيقة 27. كان مستنيها من كرة شيكابالا ضربة الجزاء، لكن ما حسبش في الكرة اللي فاتت واحتسب ضربة جزاء في الدقيقة 26 لصالح الزمالك. محمود فتح الله عيدروسي كده بيتكلم. محمود فتح الله وتركيز ونفس عميق. ادي محمود كان احرز هدف غالي للزمالك في طلائع الجيش. داخل محمود، هوبا جوه الجول، هوبا جوه الجول. محمود فتح الله والهدف الثاني للزمالك. محمود فتح الله والهدف الثاني للزمالك اعزائي المشاهدين. 2 لا شيء. محمود فتح الله حطها حلوة في سقف المرمى على شمال مصطفى كمال، ما قدرش يعمل لها حاجه مصطفى وبعيده عن ايديه. والهدف الثاني في الدقيقه 28 من الشوط الثاني. محمود فتح الله 2 لا شيء للزمالك. حسين ياسر في الشوط